انتهزي بقى فرصة الموسم بتاعه وهو موجود دلوقتي وبأسعار رخيصة جدا. هنعمل مخلل اللفت بكل أسراره وتفاصيله، ونعرف سر قرمشته وطعمه الجميل الحلو، يفضل معاكي من أول واحدة لآخر واحدة بنفس قوامه وقرمشته، بجد رهيب. ما ينفعش بقى ايه فطار حلو كده وفلافل من غيره. يلا نشوف الجمال ده بقى عملناه ازاي. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اول حاجة واول سر في ان انت تشتري اللفت، لازم تكون اللفتاية تقيلة ومدورة، ما تكونش كبيرة قوي كمان عشان هتبقى شيخة من جوه. تكون اللفتاية مدورة وما تكونش كبيرة وتكون تقيلة. كل ما تكون تقيلة يعني ميتها فيها حلوة كده، ما تبقى ايه اللفتاية حلوة. شيلي بقى الاخضر دوت، وشيلي اي بقى علامات فيها، اي حاجة فيها شيليها على جنب اول حاجة. وهنغسل اللفت ده كويس قوي قوي قوي، طبعا عشان بيكون فيه تراب بقى وطينه وكده. نغسله، انا نقعته شويه في ميه وبعد كده بدات ادعكه وشلت كل التراب منه. بعد كده شلت الزيادات بقى اللي فيه وكل